اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد. ايه رأيكم في العيش التميس اللي هو الافغاني، سموه زي ما تسموه، اللي بيتعمل في مكة؟ اللهم ارزقنا زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاخر من الاخر حاجة كده. انا عملت الطحين وعملت الرقنة، وانتي اختاري بقى. شوفي شكله عامل ازاي، وشوفي خبيزه من هو وريحته، وهو تحفة 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 بجد. ريحته مش قادرة اقول لك. بصي، ده الرقنة اهو. تاكلي بيه بقى المربى، تاكلي بيه الجبنه، تاخديه معاكي وانت رايحه الشغل، تديه تتعشوا بيه، تفطروا بيه وانتوا قاعدين. الاجازه بتاع نص السنه جايه، وجاي رمضان للسحور يا جماعه. خفيف وريحته هو ومش مكلف. باقل حاجه هنعمل، شوف بسم الله ما شاء الله، عاملين قد ايه بنص كيلو دي؟ 4 مجات. 4 مجات بس، بألف هنا وشفا على قلوبكم، بالتكات والحركات بتاع مطبخ ام محمود. عايزاكم تخشوا لاخر الفيديو وتشوفوا الجمال. والله يا جماعه بصوا عامل ازاي. تحفة 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 بجد. وريحته وهو حاجة كده. بصوا، حاجة كده عايز اقول لكم، وهم الوهم. بصوا، فينو والله العظيم احلى من الفينو، اقسم بالله احلى من الفينو. بصوا طعمه، واو، جميل جدا. وطعمه هو بالمقادير دي ما تزيدش ولا تقلي. مش هيبقى عندنا غير المية هي. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل معجنات. المعجنات دي تنفع لسحور رمضان، تبقى جميلة جدا. كل سنة وانتم طيبين. تنفع للفطار العادي، تنفع للعشاء، تنفع وانت قاعدة مع نفسك كده. تجيبي ايه؟ لقمة كده بحتة مربى، بحتة جبنة، بكوباية شاي، زي ما انت حابة، بحبة عسل، اللي انت عايزاه. حاجة موفرة وحاجة جميلة. مش معنى ان الدنيا يا جماعة بقت غالية وطايرة كده ان احنا مش هنعمل بالقليل. هنعمل ونوفر لبيتنا برضك على قد ما نقدر. واخدين بالكم؟ ايا كان اللي هنعمله هيبقى احسن من بره، موفر عن بره. تمام كده. فاحنا النهارده هنعمل مع بعض ايه؟ هننشط الخميره. هننشط الخميره. هنحط ادي واحده معلقه خميره، وادي نص، يبقى معلقه وايه ونص. وهنحط عليها ايه؟ معلقه سكر كده. اللهم بارك، صلي على الحبيب قلبك يطيب. وحطينا معلقه ايه؟ سكر. على فكره، البتاعه دي انا بصراحه حبيتها لما شفتها يعني. وحطيت هنا عليها ايه؟ نص مج ميه. الميه ديك ايه؟ فتره. تمام. وهنروح عاملينها كده كده. احنا نشطنا الايه؟ الخميره. ونروح راجينها كده. عجبتني قوي الفكره دي، حلوه وعجبتني وحبيت انفذها معاكم. عجبتني قوي. تمام. هسيبها كده بقى لما ايه؟ تخمر، ترتفع يعني، تنشط بمعنى اصح. هديه بسم الله ما شاء الله. بصوا عملت ازاي على طول. هنا انا حطيت نص كيلو دقيق. عايري بقى النص كيلو دي بيجوا ايه؟ قولي 4 مجات. تمام كده. قولي كده هنا 4 مجات دقيق. هنحط عليهم كام معلقه دقيق؟ معلقه لبن نيدو من اللي هو ايه؟ السايب. واخدين بالكم؟ او تجيبي باكم اللي هو بيتباع. انا بحب السايب. ادي اتنين ونص. تمام كده. حطينا الدقيق. يبقى هنحط ايه؟ ذره الملح. هنعمل بقى ايه؟ كده احنا قلبنا اللبن. تمام كده. يبقى ناقص ايه بقى؟ هنعمل حفرة كده حلوة جميلة بنت ناس. واخدين بالكم؟ اللهم بارك يا رب، صلي على الحبيب قلبك يطيب. وهنحط هنا معلقتين 2 ونص سمنة. معلقتين 2 ونص سمنة. اي سمنة عندك انت حباها حطيها. حتى لو انت حابة تحطي زبدة حطي زبدة، بس كل حاجة بدرجة حرارة المطبخ. كده احنا هنتوه بقى الايه؟ السمنه في قلب. طبعا ايه كميه السمنه؟ مش كتير. سمنه او زبده بدرجه حراره المطبخ. تمام. شايفين الخميره فرت ومرات البرطمان ازاي؟ الفكره دي عجبتني قوي وحلوه، وعايزاكم تعملوها. حلوه قوي. بص عملت ازاي. كده انا عملت حفره اهي. تمام. احط فيها الايه؟ الخميره اهي. تمام كده. وهنقلبها كده. مطرح الخميره حطينا بقى شويه ايه؟ ميه. وهنعجنها. اشوف اقول لكم ايه. انا كده حطيت، استعملت يجي ايه؟ مج. احنا متفقين ان في دقيق بيشرب وفي دقيق ما بي ايه؟ ما بيشربش. كده انا استعملت يجي ايه؟ مج وربع. تمام. هشوف الدنيا فيها ايه. عايزه اقول لكم شوفوا العجينه عامله ازاي بقى. انا عايزاها ايه؟ حلوه كده. تمام كده. شوفوا الطبق مطرح العجين ما فيهوش اي حاجه. طب يا ام محمود، جت مني طريه احط معلقه دقيق، جت مني ناشفه احط معلقه ميه. وات ايفر اللي حصل معاكي ايه. تمام كده. انا عندي الرخامه بتاعتي والله غسلاها وزي الفل، بسم الله ما شاء الله عليه. هديها بس شويه كده
افتحها وايه، ونشوف هنعمل ايه تاني. ماشي. شوفوا انا خدتها شويه على الايه، على الرخامه. خدتها ازاي يا ام محمود؟ رايح جاي. يلا بقى، عندك ايه حاجه مزعلاكي؟ عندك حاجه مضايقاكي؟ حد قايل لك حاجه مزعلاكي؟ حاجه مفرحاكي ومبسوطه قوي؟ ايا كان المود بتاعك بقى، اشتغلي على المود ايه بتاعك. شوفي بقى ايه بقى الجمال ده. خدتها كده بتاعي 5 دقايق. شايفه؟ طالما عملت معاكي كده يبقى هي عجينتها بقت ايه، صح، طريه ملبن. بصوا، احطها هنا بقى اهو، واسيبها بقى ايه قيمه ربع ساعه ونرجع لبعض تاني. بصوا انا سايباها بالظبط يا دوب صليت الظهر يا جماعه اهو. بصوا معلش انا نسيت بقى احط على وشها حبه ايه، زيت. تمام كده. شوفوا بقى عجينتها، بصوا حاجه كده وهم، حاجه كده. بصوا بقى انا بحب التكه دي قوي، بعشقها للعجين واعملها فيها. هنا انا هقطعهم 4 ارغفه بس، 4 ارغفه. ادي 1 2 3 وادي الرابع اهو. تمام اهو. هم 4 ارغفه بس اللي انا هعمله. هتشوفوهم بقى يا جماعه. ده العيش الايه يا ام محمود؟ ده العيش الافغاني. ده العيش الايه، الخبز الافغاني. نعمله كده اهو. طريقته جميله وحلوه قوي وعجباني قوي قوي. انا عملتهم ايه، طبعا انتوا عارفين عادات الست المصريه، من كل حته تشيل واحده. لما اتعملوا معايا ايه ال5، هم المفروض يبقوا 4، بس انا عملت ال5 ديت كده ايه، نقصت من كل حته حته. اسيبهم بس يريحوا شويه كده، حاجه بسيطه كده، ونرجع تاني مع بعض. بصوا نشيل الحاجه دي كده اهي كده، عشان دهنا زيت، فهم ايه اتشالت على طول. بصوا اترفعت بقت ايه في منتهى الجمال، في منتهى العظمه. اللهم بارك اللهم بارك. هنا الصينيه معانا اهي، اديناها زيت اديناها سمنه زي ما انت حابه دينيها تدينيها. وهن ايه، وهنفردها كده. تمام كده. هنفرد بقى ونشوف هنعمل ايه. هي عجينتها هينه لينه اللهم بارك وجميله ملبن، بتاخدي من جوه لبره، مش اي حد وخلاص تعملي شغل وخلاص. هوريكم احنا هنوصل فيها لحد فين. احنا مش هنخليها رقنقه خالص، لها سمك معين. تمام. هنا بقول لك شايفه السمك بتاعها، هو ده السمك بتاعها. واخدين بالكم؟ هي المفروض ان هو الرغيف ده بيبقى اكبر من كده، بس انا حابه الحجم ده ليه؟ علشان ان هو لما يتاكل ويخلص نفتح في التاني. تمام كده. يا جماعه ده معايا لبن اهوك، لبن نيدو، حط عليه شويه ميه. تمام. واروح بقى إيه، لبن بودر وخلاص. هندهن بقى الايه، العيش بتاعنا الجميل الحلو ده. معايا هنا بقى حبة البركة على بسمسم، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. بصوا بقى الروايح والجمال بقى. هنحط بقى على الفطير، على الرغيف بتاعنا ده. هنعمل كده كده. ايه رأيكم كده اهو كده. هو دلوقتي في الحرم، في الكعبة في مكة، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق. هنغرزه كده. تمام كده. تحفة 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 تحفة، جميل بجد، جميل بجد، عجبني قوي. هنا بقى هنعمل منظر تاني. ايه المنظر التاني بقى؟ بايدينا برضك، مفيش حاجة الا بايدينا اهو كده اهو، وكده تحفة تحفة تحفة. ونروح جايين بقى ايه، انت عايزة بقى تكبري، عايزة تصغري، انت بايه براحتك خالص، براحتك خالص. تمام اهو. عايزه اقول لكم الخبيز بتاعه وهو يجنن بجد. شفتوا عملنا الفاتح كده فيه، وعملنا اللي هو يعني ايه محمر ذهبي حلو، والفاتح سن. اعملي بالطريقه اللي تعجبك، والتكات والحركات بتاع مطبخ ام محمود. اقول لك بالف هنا وشفا على قلوبكم. تعملوا وتتهنوا. انا مبسوطه منه قوي، وطعمه احلى من البسكوت، واحلى من اي كعك، واحلى من اي غريبه، واحلى من اي بتفور. بجد حاجه فاخر من الاخر. انا مبسوطه منه قوي، وانتوا كمان هتنبسطوا لما تعملوه. بس ما تنسوش من صالح الدعاء واللايك والشير وسبسكرايب لمطبخ ام محمود. دمتم في حفظ الله ورعايته وحفظه وامنه. كل عام وانتم طيبين. بكره اول رجب ان شاء الله يعود علينا الايام بخير، يرزقنا فضل الاشهر الحرم يا رب لنا ولولادنا، يحقق امالنا كلها، ويصرف عنا كل سوء وعنا كل شر وعنا كل هم يا رب، ويزوج بناتنا وبنات المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. كل واحد عنده ضيقه بحق الايام المفترجه اللي داخله عليا يفرجها عليه. دمتم في رعايه الله وحفظه وامنه. اللايك والشير وسبسكرايب لمطبخ ام محمود.